تعالوا مع بعض في الفيديو ده نتكلم عن السواقة على الدائري وكمان بالليل. أنا اليوم ده طلعت فيه على الدائري وأنا أصلا ما بحبوش بس كنت مضطرة أسوق عليه وللأسف تهت برضه وما كنتش شايفة كويس لأن الرؤية فعلا بالليل في بعض الطرق بتبقاش أحسن حاجة خالص، وللأسف للناس المبتدئين الموضوع بيكون صعب. في ستات وبنات كتير بتجيلي تقولي أنا مضطرة إني أسوق على الدائري لأن ده مشوار شغلي، ده مشوار بيتي، دي المشاوير اللي هي بتعملها. فالسواقة على الدائري ما بانصحش إن إحنا نسوقها في الفترة الأولى من السواقة إلا بعد ما نكون مارسنا حبة حلوين. وعمومًا كده الدائري يعني ممكن نقول يعتبر من هو زي الطرق السريعة برضه، ولكن بناخد الحذر وبنشوف بعض التعليمات والقواعد اللي ممكن نتعلمها. وعملت فيديو قبل كده عن السواقة بالليل، فتعالوا النهارده في الفيديو ده نشوف السواقة على الدائري بالليل وإيه القواعد اللي نتبعها فيه. زي ما أنتِ شايفة كده أنا ماشية في أقصى اليمين، طول ما أنتِ ماشية بطيء امشي في اليمين، لأن اليمين ده بيكون مخصص للناس البطيئة. لو طريق طالعة لأول مرة ومش حافظاه ومش عارفة المفارق والمداخل والمخارج والحاجات دي، فبتمشي في اليمين. من أسوأ برضه الحاجات اللي هتقابليها في السواقة بالليل مفارق، زي اللي ظاهرة عندِك دلوقتي في الفيديو. المفارق دي ممكن تظهر فجأة لو الإضاءة مش كويسة أو ضوء عربيتِك مش كويس، ممكن تظهر فجأة، فدي طبعًا بتحتاجي إنِك تكوني مركزة كويس جدًا في طريقِك. هنا بقى كنت طلعت على الدائري خلاص وتمام، وماشية برضه يعتبر في الحارات اليمين، عشان كنت ماشية على الهادي ومش حافظة الطريق أوي وماشية عن طريق الGPS. بس من أخطر بقى الحاجات اللي في الدائري، أولًا العربيات اللي حواليكِ بتبقى سريعة، تاني حاجة كل شوية هتلاقي مخرج على اليمين، في مخارج ومداخل في الدائري بتبقى كتير جدًا أهي زي اللي أنتِ شايفاها دي. تاني حاجة بقى شوفي الميكروباص الحلو الجميل ده اللي جه من أقصى الشمال دخل في أقصى اليمين وكسر، غير إن في ميكروباصات كتير بتقف وبتوقّف ناس وبتركب. فدي يعني أنا باعتبرها إن دي أخطر حاجة موجودة على الدائري، طريق سريع وفي نفس الوقت ناس بتقف وبتركب وناس بتكسر عليكِ. فطول ما أنتِ في الحارة بتاعتِك، ملتزمة بالحارة بتاعتِك، ماسكة الدركسيون صح، ملتزمة بالطريق، فدي أفضل طريقة للتعامل مع الطرق السريعة أو طريق زي الدائري. هنا كمّلت الطريق عادي وماشية، هاوريكِ بقى حاجة في منتهى الخطورة حصلت معايا. شايفة المفرق ده كان مخرج لحاجة لطريق تاني، والله العظيم المفرق ده أنا ما شُفتوش غير وأنا قدّامه. يعني أنا عشان ما كنتش حافظة المكان وما بامشيش عليه كتير، فحرفيًا السواقة على طرق بالليل الإضاءة فيها مش كويسة، يُفضّل إن طبعًا حد يكون جنبِك، حد تاني عينيه معاكِ على الطريق. يُفضّل إن أنتِ لمّا تطلعي طريق زي ده يكون بالنهار. أنا مش باخوّفِك بس باقول لِك على الاحتياطات اللي لازم تخلّي بالِك منها، لإن في مفارق كتير ومخارج ومداخل ورصيفها ممكن فجأة تلاقيها ظاهرة قدّامِك وأنتِ مش شايفاها ولا قدّر الله ممكن تخبطي فيها. هنا بقى كنت ماشية في النُص عادي، لإن كل شوية ألاقي على اليمين مخرج لحاجة ومدخل لحاجة رصيف قدّامي، فقُلت خلّيني إيه في النُص كده. طبعًا ماسكة الدركسيون تمام، ماشية في نفس الحارة، ملتزمة بسرعة الطريق لإن في رادارات. طول بقى ما أنتِ ماشية على الطرق هتلاقي ناس بتتطوّح، يعني بُصّي شوفي العربية دي مثلًا جات من الشمال نازلة في منزل كمان شوية قدّام على اليمين، هو كتّر خيره إنه مدّي إشارة، في ناس بتدّي إشارات وفي ناس لأ. فأنتِ طول بقى ما أنتِ ماشية في حارتِك هتلاقي ناس عمّالة تروح تتطوّح من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، أو ناس بتكسر عليكِ وتبقى قدّامِك. فأنتِ طول ما أنتِ ملتزمة بالسرعة، ماسكة دركسيونِك تمام، ماشية في حارتِك، ما تقلقيش من أي حاجة. حسيتِ إن العربية اللي قدّامِك بتكسر عليكِ أوي وقرّبت منِّك، هتبدئي تهدّي وتسيبيها تعدّي. مشيت هي أسرع منِّك، خلّيكِ برضه ماشية وراها ما فيش مشكلة. وأهم حاجة طبعًا الثبات انفعالي عادي جدًا، ما تقلقيش من أي حاجة. أحيانًا بتبقى سرعات العربيات اللي حواليكِ مخوّفاكِ، بس ده ما يمنعش طبعًا إن أنتِ لازم تسوقي وسطهم ولازم تتعلمي ولازم تمارسي، لإن كل ما هتمارسي هتقابلي مواقف كتير وهتشوفي حاجات كتير هتتعلمي منها. أمّا هنا بقى كنت طلعت على حتّة كده كانت الحمد لله منوّرة وفي عواميد نور والدنيا متشافة، بس بُصّي بقى خلّي بالِك معايا مع العربية اللي جات كسرت فجأة دي، جات من ناحية اليمين وتخطّت العربية اللي قدّامي ودخلت في الشمال. هتلاحظي الناس دي كتير جدًا على الدائري وعلى الطرق السريعة، الناس اللي بتيجي بقى تاخد غُرز. ونخلّي بالنا كويس أوي، طول ما أنتِ ماسكة دركسيونِك صح، ملتزمة بحارتِك، لاحظتِ حد من الناس دي معاكِ على الطريق، هدّي وتخلّي بالِك منهم وتبعدي عنهم، لإن لا قدّر الله هو لمّا بياخد غُرز ممكن العربية تفلت منّه. فأنتِ ما لكيش دعوة بحد، أنتِ بتبقي ماشية بسرعتِك، ماشية بثباتِك الانفعالي وما يهمكيش أي حاجة. فالدائري زيه زي أي طريق، أهم حاجة نلتزم بالسرعة بتاعتنا، نمسك ديركسيوننا صح، نلتزم بالحارة، نخلّي بالنا من الناس اللي بتكسر، نتفادى أخطاء الآخرين، يكون معانا حد وإحنا أثناء الممارسة وإحنا بنسوق، علشان لا قدر الله تكون في عين تانية معانا على الطريق وتخلّي بالها. وواحدة واحدة مع الممارسة بتقابلي مواقف كتير وإن شاء الله مش هتقلقيش، يعني الموضوع مش صعب، هو بيحتاج بس شوية ممارسة مرّة على مرّة وإن شاء الله تبقي كويسة وربنا يستر طريقِك بإذن الله.